السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفات راضيه تطوانيه. اليوم جبتكم كريم النيله. شوفوا القوام ديالو ما شاء الله كيفاش عامل. الناس اللي عندها الكلف، اللي عندها التصبغات، اللي عندها اللون في البشره ديالها ما موحد شي، اللي عنده في العنق اللون في شكل والبشره ديالو كلون في شكل، اللي عندهم تصبغات في الجسم كامل يعملوه، اليدين الرجلين اللون ديالو مغلوق. ها هو استعملوه ككريم او كماسك، نخليوه على البشره المغسوله، تكون نخليوه نص ساعه. والناس اللي يعملوه الجسم ديالهم دابا الحال بارد شويه، نعملوه في الحمام، نخليوه نص ساعه ونغسلوه وشوفوا النتيجه، والله حتى تشكروني عليه وترحموني عليه ان شاء الله. ها القوام ديالو انا عندي هنايا، ها هو القوام ديالو، الشكل ديالو ما شاء الله. ها هو. والنيله خاصها تكون الاصليه باش ما تصبغش. نعملوه في اليدين، في الوجه، في الرجلين، في كل شيء نعملوه هكذا. شوفوا القوام ديالو ما شاء الله كيفاش عامل. نستعملوه جوج المرات السيمانه حتى 3 المرات السيمانه، ونغسلوه ان شاء الله. ومن موراه ضروري من الترطيب. شوفوا انا غنغسل يدي، انا ما خليتوش شي نص ساعه، نتوما خليوه نص ساعه. ما كتصبغ حتى شي حاجه. اذا كانت النيله اصليه ما عاد تخلي لك حتى شي طابع في يدك. نشف يدي، ها هو. كاين لا طابع زرق لا حتى شي حاجه. مباشره انا كتبان لي النتيجه احسن من الكاميرا بعض الحاجات ما كتبينش الحاجه يعني بحال اللي مباشره. وشكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم على اي حاجه، وكنشكركم كاملين بكم فين ما كنتو. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمكونات ان شاء الله. بسم الله، نبداو في تحضير الوصفه. اول مكون عندنا هو النشا اولا مايزينا، نشا الذره. نحتاجو غير معلقه صغيره. نقول لكم بعد فوائد النشا، انا سبق لي قلتها في فيديو اخر، ولكن اللي يشوف الفيديو اول مره نقول له الفوائد ديالها. النشا كتحتوي على كميه من البروتين اللي كتساعد على انتاج الكولاجين، كتحافظ على شباب البشره، وكتمحي علامه التقدم في السن، كتحافظ على رطوبه الجلد، كتمتص الزيوت الزائده بالنسبه اللي عندهم البشره الدهنيه، كتنظف سطح الجلد من الاوساخ والشوائب، وكتعطينا بشره نقيه وكتفتحنا اللون. ها هي عندنا ماء الورد. اللي ما عندوش ماء الورد يمكن له يستعمل الماء عادي، ماشي مشكل. غنحتاجو نص كاس. كان عندك ماء ورد من الماء ورد احسن، ما كانش عندك يعني يمكن لك تستعمل غير الماء عادي او ماء معدني. يعني انا كنسهل عليكم باش اي واحد يوجد. كنحاول يعني قد ما قدرت نعطيكم يعني شي مكونات اللي يقدر اي واحد يوجدها. كاين بزاف كيجوني التعليقات ما عندناش مثلا زبده شيه باش غنعوضوها، مثلا ما عندناش لبان الذكر باش غنعوضوه. يعني هي اي كل مكون عنده الفائده ديالو، وانا كنحاول دابا رجعت كنحاول قد ما قدرت نعمل اللي متوفر عند اي واحد. بسم الله نعملوها، نحركو باش ما تبقالناش في هذيك التكتلات، ولا باش تذوب كامله في الماء اولا ما ورد. ها هي دغيا كتذوب، هي دغيا كتخلط. غنحتاجو شي كاسروله، غنحتاجو كاس الماء باش غنعملوها في حمام مريم. بسم الله غنعملوها، نشعلو عليها، نعملوها فوق العافيه، نخليوها حتى ترجع لنا القوام ديالها على شكل كريم. ملي ترجع لي القوام ديالها على شكل كريم انا غنرجع معكم. ها هو وجد لي الكريم ديالي، ها الشكل ديالو. انا غنطفي عليه
ها هو، كنتمنى يكون باين. انا غنحيدو من الكاسرونه ونرجع لعندكم. ها الشكل ديالو كيفاش كيجي، اذا كيعقد ما شاء الله. والمكون دابا عندنا الاساسي اولا الرئيسي في هذه الوصفه هي النيله الصحراويه. ها هي، انا كنشريها هيدا، كنشريها من عند واحد السيد، الصراحه سيد ثقه، كيبيع لي داكشي زعما ماشي الاصلي، ما كيبيعليش داكشي مزور ولا. نقول لكم فوائد النيله. النيله كتعمل على تفتيح لون البشره، وكتخلي وكتساعد على التخلص من اثر الشمس، كتشد البشره وكتقلل من البقع الداكنه والكلف وكتوحد لنا اللون، كتجدد خلايا البشره، كتنظف البشره وكتشد الجلد المترهل. يعني يا عملناها في البشره ديال الوجه يا عملناها على الجسم ديالنا، كتشد لنا الترهلات، كتجمع الترهلات. بسم الله. غنحتاجو غير شويه. هي اذا كانت الاصليه ما كتصبغش، غير راس معلقه صغيره هيدا. اذا عملتيها وصبغت لك في الذات ديالك اولا في البشره ديالك، عارفه بان هي يعني مزوره فيها الصباغه. اذا كانت الاصليه لا، ما كتعمل حتى شي حاجه، واخا تنزل على البشره مباشره، تعملها غير مع هي ودانون مسوس، تعمل بها ماسك، ما كتصبغش. نخلطوها مزيان حتى تجانسنا مع الكريم. هنا خلطتها، ها القوام ديالها والشكل ديالها كيفاش، واللون ما شاء الله. شوفوا اللون، ما شاء الله. غنزيدو لا الزيت، انا عندي زيت اللوز. زيت اللوز نتوما اي زيت عندكم ماشي مشكل، اي زيت، اي زيت كنتوفر عندكم وكيجي لك مع البشره ديالك عملو. كنعملو لا الزيت باش ما كتنشفناش البشره، لان النشا ملي كتنشا وموارد ما فيها حتى شي حاجه، شي ماده مرطبه، ضروري خصنا نزيدو لا الزيت اولا زبده شيا. كنت غنزيد لا زبده شيا، بزاف منكم قالوا لك ما عندهمش باش يمكن لهم يعوضوها. اللي عنده يعمل لها معلقه صغيره مذوبه ويزيدها، ما عندوش يعمل لها اي زيت متوفر عنده، اي زيت كيناسب له البشره ديالو باش ما تنشفناش البشره مزيان بزاف. كنخلطوها، جيبوا شي حاجه اللي نعملوها فيه. انا عندي هاد البواطه هذه، واخا هي صغيره ولكن نتوما عملوها في شي حاجه. بسم الله. شوفوا اللون ديالها ما شاء الله. هذه يمكن نستعملوها للوجه والعنق، شي بلاصه في الجسم عندها تصبغات نعملوها غزاله. ها الشكل ديالها، الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي، ما شاء الله على القوام. هي ملي عاد تبرد، انا باقا لي سخونه، ملي عاد تبرد عاد تزيد تجمد شويه. ها هو الكريم ديالنا، اولا نعملوه على شكل ماسك في البشره ديالنا اولا على شكل كريم. نخليوه 30 دقيقه وطبعا على البشره تكون مغسوله. نخليوه ونغسلوا البشره ديالنا، اولا نعملوه في الجسم ديالنا. دابا الحال بارد نعملوه في الحمام، ندهنوها في الحمام في الذات كامل ونخليوها ونغسلوها. من موراها طبعا نرطبوه واما كريم واما بزيت، يعني اي حاجه كتمتوفره عندك. ضروري اهم حاجه الترطيب ثم الترطيب. اذا بغيتي تحافظ على البشره ديالك رطب رطب رطب. الناس اللي عندهم الكلف، عندهم تصبغات، عندهم لون ما موحدش، عندهم اثر الشمس، عندهم مهم كتصفي البشره، كتوحد اللون من جميع المشاكل اللي فيها. ما شاء الله عليها. ها هي القوام ديالو كيجي خفيف، يعني ماشي شي حاجه اللي عاد تشد لك المسام ولا اللي عاد تقلك البشره ديالك، بالعكس. ها هي
ما شاء الله عليها كيفاش كتجي. نقول لكم نخليوها نص ساعه، نخليوها ديك الساعه نغسلوها من موراها ضروري بالترطيب. الجسم كامل حتى هو اللي عندنا التصبغات حتى هي ندهنوها ونخليوها وعاد تشوفوا النتائج من اول استعمال. عاد تبان لكم النتيجه تفتح. هي ملي كما قلت لكم النيله ملي كتكون اصليه يعني ما عتباكمش، ما تخافوش منها. اذا ما كانتش اصليه ضروري عاد تخلي لك ديك الطابع د الصباغه. انا غنخليها نشف ونرجع عندكم تشوفوا النتيجه. ها هي نشفت، ها هي جازت نص ساعه. دابا غنغسل يدي بسم الله. نعملوها اليدين، نعملوها الوجه، نعملوها الرجلين، نعملوها الجسم ديالكم كامل فين ما كان عندكم اللون ما موحدشي. وعاد ترحموني عليها ان شاء الله يا ربي. ها يدي، ها ما بقى لا اللون مصبوغ ولا حتى حاجه، ها ما كاين حتى شي حاجه. ها شفتوا؟ وشوف ما شاء الله على مباشره كيبان لي اللون يعني مفتوح، كيبان لي الفرق بين يدي هذا وهذا. ما نعرف واش عيبان لكم في الكاميرا. كيبان لي هذا مفتوح على هذا. تنشف يدي. هنا نشفتو. دابا ندهنو بشي كريم مرطب بسم الله. ضروري نترطب باش الجلده ديالنا تبقى لنا رطبه وتبقى باش يبقاو لنا اليدين. دابا البروده اليدين اولا البشره ديال الوجه كامله. حتى الواحد اللي عنده البشره دهنيه كتنشف. انا من الناس اللي عندي البشره دهنيه يعني دهنيه، ودابا في هذا الوقت هذه وكتنشف لي. ضروري من الترطيب. هنا دهنت يدي، ها هو ما شاء الله كيفاش كتخلي اليدين. شفتوا ما كاين لا لون زرق لا حتى شي حاجه. انا كنحاول ما نعطيكم يعني ما احسن واللي في جهدي كنعملو معكم، وكنحاول نجمعكم شي حاجات اللي ساهله، شي حاجات اللي يقدر اي واحد يوجدها. اما انا عندي شي حاجات اللي بعد منهم ما يقدروش يوجدوها. وشكرا لكم. اذا عجبكم الكريم اولا الماسك كتبوها لي في التعليقات وعملوا لي لايك. والناس اللي دخلوا القناه اول مره يتابونا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده. نتمنى يعجبكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. اذا بغيتوني نعمل لكم الصابونيه اللي كتفتح اللون ديال الجسم وكتصفيه من التصبغات وداكشي كتبوها لي في التعليقات نوجدها معكم ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. بسلامه.